ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل وصفه الايس كريم سهله وبسيطه من غير نشا ومن غير لبن. حاجات اقتصاديه اكيد عندنا في البيت وسهله وبسيطه، وكمان ما بتاخدش مننا اي وقت خالص، والنتيجه بجد مضمونه 100%. بس اهم حاجه تابعيني لاخر الفيديو. ولو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال، واتمنى انت تشتركي في القناه عندي وتحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو لو عندك اي حاجه انت عايزه تضيفيها. اول حاجه كده نقول بسم الله، نبدا الوصفه بتاعتنا. معايا كوبايه من اللبن البودره، لازم تكون كوبايه كامله. ومعايا كوبايه من السكر الحبيبات عادي مش الناعم. ومعايا 3/4 كوبايه من الميه السخنه. هضرب كل ده في الخلاط علشان نعملوه حليب مكثف. احنا مش هنشتريه من بره، احنا هنعمله باقل التكاليف خالص. احنا بعد ما ضربناه بقى في الخلاط، بيطلع كده قوامه سايل كده شويه، علشان بس سخن. اول ما بيبرد معانا القوام بتاعه بيتقل وبيبقى نفس اللي بره بالظبط. احنا عايزين الكوبايه دي، احنا عملنا من كوبايتين لبن وبودره، عملنا يجي كوبايه كبيره من الحليب المكثف، هو ده اللي احنا عايزينه. معايا كده بقى في بوله تانية، معايا كوبايه كريم شانتيه، كوبايه كبيره، عليهم معلقه من اللبن البودره، ومعاهم كوبايه ميه ساقعه، لازم تكون متلجه جامد علشان الكريم شانتيه يربط معانا ويبقى كويس. بضيف شويه بشويه، وبعد كده بضربه في المضرب الكهربائي كويس. احنا حطينا معلقه لبن بودره علشان نضيف نفس الطعم اللي بره. اللي بيحب الايس كريم يبقى مظبوط ونفس طعم بره بالظبط. اكد لك ان بجد هي دي الوصفه الصح ان شاء الله يعني، وباذن الله هتعجبك. بضيف بقى الميه شويه بشويه بالشكل ده. كل ما الاقيها ماسكه كويسه يعني بحط لها ميه شويه بشويه، علشان اكيد كريم شانتيه بتاعي مش نفس، يعني في كريم شانتيه بيبقى محتاج ميه اقل وفي محتاج ميه اكتر. ممكن تبقى نفس الكوبايه نفس المعيار، ان كوبايه تبقى كوبايه وكوبايه بالظبط. بعد كده بخليه يربط معايا بالشكل ده، يبقى تقيل ما يبقاش خفيف. بعد كده التركايه التانية هحط له معلقه عسل كلوكوز. لو ما عندكيش عسل كلوكوز، احنا ممكن نحط معلقتين من العسل العادي النحل. حاجه كمان عايزه اضيفها، الكريم شانتيه بيبقى عليه سكر. انت لو جبت كريم شانتيه خام معلهوش سكر، ما تزوديش سكر، علشان انت حاطه اصلا في اللبن المكثف كوبايه سكر كامله، يعني بتبقى تقيل. عملت بقى الكريم شانتيه، هنزل عليه بقى اللبن المكثف اللي احنا عملناه، بعد كده هضربه كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضربه لمده 7 دقايق، لحد ما كله يبقى قوام واحد ويربط كده في بعضه ويبقى تقيل شويه، مش عايزينه خفيف علشان يمسك معانا بسرعه في الفريزر. بعد ما بضربه بقى بالشكل ده، اهم حاجه ان انا اضربه كويس علشان ما يبقاش فيه كلاكيع ولا فيه اي حاجه. بعد ما ضربته بالشكل بعد كده بقى انا معايا منجايه كانت متخزنه في الفريزر. بعد ما فكت كده من التلج اللي فيها ضربتها في الخلاط من غير الميه خالص. بعد كده هنزل عليها ربع كميه من الكريمه اللي احنا عاملينها، واضرب بالمضرب الكهربائي بالشكل ده كده لحد ما اللون كله يندمج في بعضه. الحاجه دي كمان يا جماعه مضمونه 100%، علشان احنا اللي عاملينها في البيت وعاملينها بايدينا. اكيد ما وصلتش يعني لاي التانية، ودي حاجه يعني تضمن لي انها كويسه. وبجد والله الطعم كان 100% ايس كريم بجد تحفه. بتمنى انتوا تجربوه بجد وما تكسلوش. احنا بقى بعد ما ضربنا المانجا بقى بالشكل ده كده، احنا هحطها معايا علبة بلاستيك كده او اي علبة عندك. هضيف فيها الايس كريم المانجا اللي احنا عملناه. هي دي شكل العلبة بتاعتي، انت ممكن تحطي اي علبة تانية، اي حاجة متوفرة عندك، المهم تغطيها علشان لو مخزنة حاجة في الفريزر ريحتها قوية او حاجة زي كده، ما يلقطش منك وما يبقاش ليه ريحة خالص ويبقى كويس. معايا بقى في البولة التانية انا كان عندي افوكاتو، قطعتها وهرستها خالص بالشكل ده، وحطيت ربع الكمية التانية، ربع كمية الايس كريم يعني. وبضربه كويس كده علشان ما يبقاش فيه اي كتل ولا اي حاجة، علشان احنا عايزين انه يبقى مختلط كله كده في بعضه ويبقى كويس وقوامه كويس. بحطه بقى في العلبة التانية بالشكل ده. اهم حاجة ان احنا نخزنه كويس ونقفل عليه كويس. معايا بولة تانية عملت فيها معلقة من القهوة،
طعم برضو، اي طعم انتي عندك، اي فاكهة عندك، اي حاجة عايزة تضيفيها، اذا كانت شوكولاتة، اذا كانت اي فاكهة متوفرة عندك، يعني اي حاجة، ممكن موز، ممكن اي حاجة تحبي تضيفيها ضيفيها عادي. وبعد كده عملت اخر كمية بقى بتاعتي فانيليا، انا من عشاق الفانيليا بصراحة، احلى ايس كريم بيتعمل الفانيليا، بيبقى حلو قوي وطعمه كويس. بعد كده حطيتها برضو في العلبة بتاعتها. كده عملنا 4 انواع من الايس كريم، افوكاتو ومانجا وفانيليا وقهوة. حطيتها طبعا في الفريزر لحد ما تمسك كده نفسها، وبعد كده بطلعها تبقى جاهزة للاكل. الافوكاتو بجد مدي طعم حلو قوي، والمانجا برضو اللي عشاق الايس كريم المانجا يعني وكده، انا من عشاق الفانيليا بصراحة، بتبقى احلى ايس كريم عندي بالنسبة لي. عملته بقى كده، مش لازم معلقة بتاعت الايس كريم، ممكن بأي معلقة تلفيها بالشكل ده واحدة واحدة يعني بالراحة، وهتلف معاكي كويس بإذن الله. بحطها بقى في البولة بتاعتي بالشكل ده كده، وبكرر بقى في كل الأطعام. بس بجد يا جماعة عايزة اقول لكم ان الايس كريم ده بجد تحفة، هيعجبكم اكيد لو جربتوه، ما تنسوش بجد تجربوه وتقولوا لي رأيكم. كان حاجة كده في منتهى الجمال، اكتر من الجاهز بشوية، بجد تحفة، لان انت ضامنة ان انت اللي عاملاه في بيتك وعاملاه بايديكي. كده يكون الفيديو بتاعي خلص، ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتكتبي لي كومنت حلو.